السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مطبخ نيرو. النهاردة بقى نزلت العتبة، بجد اتفاجئت من جمال المكان. مفيش زحمة خالص زي ما حضراتكم كده شايفين، والمكان بجد بقى منظم جدا. بجد لو رحتوا العتبة هتنبسطوا قوي. بصوا بقى كده الباكيات اللي معمولة دي بجد على أعلى مستوى، كل بياع ليه باكية مخصصة كده فرش فيها باللبس، فيه لبس أطفال كل الأعمار، وفي لبس حريمي. أي حاجة تخطر على بالكم هتلاقوها موجودة، سواء بيجامات حريمي أو عبايات، أي حاجة حريمي برضو موجودة. كل حاجة موجودة هناك. أطفال حتى السن المحير برضو لقيته هناك. حتى في المحلات الكبيرة ما لقيتوش. رحت العتبة بصراحة، كنت رايحة وسط البلد، فلما لقيت الحاجات الأسعار هناك معدية جدا. مثلا ترنج أطفالي عامل 1500 و1400 و1200، أقل حاجة 1000. فقلت لأ، هنزل كده العتبة أبص هناك برضو. بصراحة اتفاجئت من المكان، بقى منظم جدا وحلو قوي. لقيت برضو لبس حريمي، بيجامات بيتي وعبايات برضو. في خروج، والمحلات برضو موجودة، والباكيات دي موجودة. هتلاقوا برضو كده شارع مخصوص للملابس، كذا شارع مش شارع واحد بصراحة. وفي شارع برضو مخصوص للأحذية والشنط، وفي شارع مخصوص برضو للنجف. هتلاقوا كل حاجة تخطر على بالكم انتوا عايزينها او محتاجينها، وبأسعار فعلا حلوة. الأسعار فعلا جميلة جدا. هوريكم دلوقتي برضو حاجات انا جبتها، حاجات كده الأسعار بتاعتها حلوة جدا، سواء شنط سواء جزم سواء لبس سواء اي حاجة. الأسعار بصراحة حلوة جدا ومناسبة للجميع. هتلاقوا هناك الشعبي والمستورد، وهتلاقوا اللوكس، كل حاجة موجودة. انا مش بروح على مكان معين اشتري منه، انا بصراحة بتمشى عادي كده، زي ما حضراتكم كده شايفين في الفيديو. والحاجة اللي بتعجبني سواء من المحل او من الباكيات دي طبعا بشتريها. ده كده دخلت بقى الشارع اللي هو بتاع الأحذية، ده شارع مخصوص للأحذية والشنط. على كل اتجاه كده، كل ناحية هتلاقوا برضو محلات للأحذية وللشنط، وهتلاقوا باكيات من دي برضو والناس فرشة عليها. بصراحة المكان حلو قوي. ولما رحت برضو اتفاجئت ان الأمن هناك في أمن، وفي كل خطوتين كده في واقف أمين شرطة. لو فيها أي مشكلة هو طبعا بيتدخل فورا. الموضوع بجد بقى منظم وأحسن من الأول بكتير. أنا كنت هناك يوم الحد، بتبقى الزحمة طبعا قليلة شوية. بقية الأيام برضو بتبقى زحمة، بس طبعا المكان بقى متظبط كده ومنسق زي ما انتوا شفتوه. فهتلاقوا الزحمة برضو ما فيش الزحمة اللي زي الأول اللي انتوا متخيلينها. بجد روحوا المكان، الأسعار هناك حلوة جدا وفي متناول الجميع. وفي هناك زي ما قلتلكوا الشعبي والمستورد واللوكس، كل حاجة موجودة، كل حاجة. وفي هناك مكاتب برضو جملة لو حد حابب يجيب حاجات جملة. في هناك بقى محطة الأتوبيس طبعا بيوصل لحد المؤسسة، ممكن ناخده كده. أنا كان اتجاهي لحد المؤسسة، ومن المؤسسة باخد العربية تانية. فالمواصلات هناك سهلة جدا. أنا حبيت إن أنا أركب المترو، ده كده طريق المترو برضو داخلة كده على سور الأزبكية. عند سور الأزبكية بقى في أكتر من 150 محل لبيع الكتب، أي حاجة محتاجاها في هناك في الحتة دي. بصوا دي كده المحلات اهيت، بقت منظمة وأحسن من الأول طبعا بكتير. أي كتب محتاجينها هناك كل الكتب هتلاقوها، وبأسعار طبعا بسيطة. كل المحلات بصراحة قمة الاحترام. أنا لما بحب أشتري كتب للتسلية قصص وكده، بجيبها برضو من المكان ده، بتبقى أسعارها حلوة جدا، أحسن من المكاتب اللي هنا كمان. واسعارها برضو بتبقى بسيطة وكويسة. دي بقى كده السبورة الذكية، انا كنت جايباها برضو لولادي، عجبتني قوي وهم حبوها. فقالوا عايزين واحدة، قلت لهم حاضر. جبت الواحدة من دي جايباها ب50 جنيه، حلوة قوي. بصوا بينكتب كده عليها، والاطفال بتقعد تكتب وتلعب بيها، مسلية جدا. يعني لو طفل في كيجي او كده هتعجبه قوي. هنا بقى كنت بوريكم اسعار التيشيرتات اللي انا جبتها. الخامة بتاعتها والله حلوة جدا، واسعارها بتتراوح بين 250 و 300 جنيه. انا جايبة الحاجات اللي هي المستوردة، وفي حاجات طبعا ب400، وفي حاجات ب100، وفي حاجات ب150. بس انا بصراحة جبت الحاجات الخامة اللي هي المستوردة عشان تبقى غسيل ولبس وتستحمل. في طبعا الشعبي، وفي زي ما قلت لكم المستورد، كل حاجة موجودة هناك. في محلات، وفي اللي هي الباكيات اللي بتبقى فرشة دي. المحلات فيها بصراحة حاجات حلوة جدا، والمكاتب الجملة برضو فيها حاجات كويسة جدا. كذا محل كده دخلته عجبتني حاجات حلوة قوي هناك. جبت برضو الترنجات دي، بصوا جميلة جدا. هفتح لكم
لك واحد دلوقتي اوريكم برضو الخامة بتاعته. دي خامة كده قطيفة مضلعة، من جوه مبطن ومن جوه بجد خامته حلوة قوي قوي، عجبني جدا. انا لما رحت وسط البلد في نفس اليوم ده الترنج من ده كان عامل 1500 جنيه. في وسط البلد انا جبته من العتبة من محلات، جايباه ب 800 جنيه الواحد، بس بجد خامته حلوة جدا ويستاهل. ده كده البنطلون بتاعه، الخامة بتاعته من جوه مبطنة قطيفة، ومن بره كده زي ما حضراتكم كده شايفين خامته حلوة جدا، فعلا يستاهل الفلوس بتاعته. جبت كده النوع ده. انا جايبة السن المحير طبعا، اللي هي المقاس الأصغر أرخص من كده، بس أنا جايبة عشان طبعا على حسب المقاس اللي احنا بنجيبه. المقاسات اللي هي الصغيرة أسعارها بتتراوح بين 500 جنيه، 400، وفي 600، على حسب طبعا النوع والخامة. زي ما قلت لكم أنا بجيب الحاجات اللي هي خامة مستوردة، مش بجيب الخامات اللي هي الشعبي. طبعا كل حاجة موجودة. دي كده البناطيل دي بقى كنت بوريها لكم، ده كنت انا جايباه البناطيل دي بقى جايباها من الباكيات من بره، جايباها ب 180 جنيه الواحد. بصوا ده من من الجنب كده جلد حلو قوي عجبني، كان نفسي بصراحة اجيب منه بس ما لقيتش غير قطعة واحدة. بصوا من السوستة كده نازلة لحد اخر البنطلون، وخامتهم حلوة قوي، قلت اجيبهم برضو زي غيارات كده. ما شاء الله، وكان شكلهم جميل جدا، التصوير بأمانة ظالمهم. ودي كده البناطيل الجينز اللي انا جبتها برضو، انا ولادي طبعا حبوا الاشكال دي، في اشكال كتير وانواع كتير، هما كانوا حابين اللي هو الستايل ده من البناطيل بالشكل ده. في طبعا انواع كتير زي ما قلت لكم. جبت بقى لكل واحد كذا بنطلون كده، بس هما طبعا لبسوا حاجات ومش كانش ما ينفع ان انا اصورها. وجبت برضو الشنط دي كده ليا، اسعار الشنط بتتراوح بين 100، 150، 200، احلى حاجة وانضف حاجة كانت عاملة 250. جبت بقى الشنط دي ما شاء الله حاجات كتير جدا. وبرضو اسعار الاحذية بتتراوح بين 150، 200، 250، دي اغلى حاجة. هي المشكلة الوحيدة هناك اللي قابلتني ان احنا لازم نقعد نفاصل، وبيقولوا اسعار من فوق جدا، يعني مثلا اول ما يبداوا يقول لك الحاجه ب1000، لا تقعد تنزل، ممكن تنزل للنص. فهي دي المشكله الوحيده اللي موجوده هناك، ان احنا لازم نقعد نفاصل. فما تاخدوش من بق البياع، اما يقول لكم مثلا الحاجه ب1000 هتنزلوها لحد 500 وهتشتري بال500، هو ده بيبقى سعرها المعقول. دي كده بقى الشنطه اللي انا جبتها التانية، زي ما حضراتكم كده شايفين، بجد خامتها حلوه جدا وعجبتني جدا. انا بجيب الشنط دي بلاقيها هنا في المحلات عندنا، الشنطة عاملة 450 جنيه، فان احنا نلاقيها بالاسعار دي هناك طبعا لقطة، فقلت لا اجيب اتنين كده ينفعوني. ما شاء الله بيبقوا جمال قوي، وطبعا خامتهم حلوة جدا وبيعيشوا كتير. بجد العتبة بقت حاجة مشرفة جدا وجميلة جدا، شكرا بجد لمصر ان هي خلت لنا المكان ده بقى بالنظافة وبالحلاوة دي وبالتنظيم ده. بجد روحوه هتبقوا مبسوطين جدا، واكيد المكان هيعجبكم. كده بقى خلصت الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان الجولة بتاع النهاردة تكون عجبتكم واستفدتوا لو حاجة بسيطة. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.